في قصص حب بتبدأ بلحظة، وفي قصص بتبدأ بكلمة، وفي حكايات من كتر ما فيها وجع وسنين وصمت بتحس إنك عشتها حتى لو ما كنتش جزء منها. وحلقة النهاردة من بوك بايتس بالعربي عن واحدة من أكتر الروايات اللي قلبت قلبي وبنت جوايا إحساس مش بينتهي. رواية أنتي لي. أنا مالك. ودي حكاية ما تبدأش بكلمة بحبك، تبدأ بكلمة غلط نطقت بيها طفلة بس غيرت حياة 2 للأبد. في أول الرواية بنقابل رؤى، طفلة صغيرة خجولة، بتقابل وليد قريبها اللي أكبر منها. في أول لقاء بدل ما تقوله أنت وليد قالت له أنت ليه. كلمة فلتت من لسانها بس علقت في قلبه. ومن هنا بدأت قصة حب مش سهلة ومش ناعمة لكن حقيقية. رؤى كبرت ووليد كبر، لكن الحياة ما استنتهمش. وليد بيتسجن، بيتعذب، بيتغير. يخرج من السجن مش هو، مش الطفل اللي ضحكته كانت بريئة، مش الشاب اللي قلبه كان بيجري وراها. بيخرج إنسان تاني، قاسي متلخبط أكتر، بس لسه جواه حاجة فضل شايلها، وهي كانت مستنياه بس مش زي ما كانت قبل. في وجع حصل في النص، في ناس ماتت، في حرب دخلت بيوتهم وكسرتهم، لكن الحب كان لسه هناك. بس مش الحب اللي في الروايات الرومانسية. الحب هنا كان صعب، متلخبط، متأخر دايما. رؤى بتحاول تفهم وليد بس وليد مش بيساعدها. في كل خطوة يقرب تلاقيه بيبعد، وفي كل مرة يبعد تفضل عينيه تقول غير كده. وفي لحظات بيحاول فيها يحافظ عليها بس مش بيعرف يحبها من غير ما يوجعها. هو اتعذب وتربى على الخوف وعلى القسوة، وهي كانت بتحاول تفضل نقية، لكن في عالمهم النقاء بيتكسر. في مشاهد في الرواية بتقطعك، مشاهد الحرب، الخسارة، الشك، وفي رسائل جوه نظراتهم وجوه سكوتهم. وكل ما تحس إنهم قربوا يحصل حاجة تبعدهم تاني. سنين بتمر وأحداث بتغيرهم وتغير نظرتهم لنفسهم، بس في دايما جملة بتفضل تترن جواهم: أنتي لي. مش لأنها ملكية، لكن لأنها وعد بيتقال من غير ما يتحقق بس بيفضل عايش. في لحظة ما وليد بيقرر يبعد وهي بتفضل مستنياه، ومع الوقت بتبدأ تفهم إن الحب مش دايما بيكمل، بس أوقات هو الحاجة الوحيدة اللي خلتك تكمل. الرواية دي مش عن 2 بيحبوا بعض، دي عن 2 بيتغيروا، بيقعوا وبيحاولوا يلاقوا بعض جوه الزحمة. عن ناس مش عارفة تحكي بس نظراتها بتقول كل حاجة. عن كلمة اتقالت في الطفولة فضلت تحكم مصيرهم لحد النهاية. رواية أنتي لي خلتني أفتكر إن في حب حتى لو ما حصلش بيعيش جواك طول العمر، وإن في جمل بنقولها وإحنا صغيرين بتبقى هي الحقيقة الوحيدة اللي فضلت جوانا لما كبرنا. أنا مالك. ودي كانت الحلقة 6 من بوك بايتس بالعربي. استنوني في حلقة جديدة، يمكن نلاقي جواها كلمة تغير كل حاجة. سلام.